علق المدير الفني لمنتخب المغرب لكرة القدم وليد الركراكي على تصريحات نظيره الجزائري عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا قبل مواجهة المنتظرة بينهما اليوم. ويستهل المنتخب المغربي مشواره في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها كوت ديفوار حتى 11 فبراير عام 2024 بمواجهة نظيره التنزاني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي الكونغو الديمقراطية وزامبيا اللذان يلتقيان هذا اليوم أيضا. وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: لدينا طريقة لعب معروفة منذ عام ونصف العام، وليس أمامنا وقت لنجرب أسلوبا آخر. هناك شكوك فقط في طريقة اللعب التي قد تتغير حسب سيناريوهات المباريات، ونحن لم نصل بعد إلى المستوى الذي نسعى إليه. وقال مدرب أسود الأطلس عن تصريحات عادل عمروش مدرب تنزانيا الذي اتهم الاتحاد المغربي بإجراء بعض الترتيبات من وراء الكواليس. قال: لا يمكن إضاعة الوقت في هذه الأمور، تركيزي وتركيز المجموعة على الملعب فقط. نحن نتحدث عن كرة القدم فقط، وما هو خارجها أتركه للاتحاد المغربي والمسؤولين للتكفل به، وبصراحة هذا الأمر لا يهمني. وكشف وليد الركراكي عن أن هناك شكوك حول مشاركة 3 لاعبين مع المنتخب المغربي في مباراة الأولى أمام تنزانيا، قائلا: كما هو معروف المغرب في جميع النسخ السابقة كان مرشحا ولم يكن في مستوى تطلعات اليوم. هذا تحد جديد، وعلينا أن نكون على أتم الاستعداد لإسعاد الشعب المغربي.